زيزو كان من كام يوم طالع مع ابراهيم فايق وبيتكلم على موضوعه ومشاكله مع اداره نادي الزمالك والكلام ده كله. انا بتكلم، انا يولع زيزو على الكوره على اي حاجه دلوقتي. لما حد يمسه في كلمه تهز رجولته ما بيسكتش. انا بقول الكلمتين دول وعارف ان الصفحه دي ممكن تطير في اي لحظه في 60 داهيه، وتشيروا الفيديو ده في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ما تعودتش ان انا اجي اتكلم معاكم في الجد، بس اتمنى ان انتوا تسمعوني للاخر. من الشهامة والرجولة والجدعنة ان لما حد يعمل معاك لقطة واحدة بس تردها له 10. زيزو كان من كام يوم طالع مع ابراهيم فايق وبيتكلم على موضوعه ومشاكله مع اداره نادي الزمالك والكلام ده كله. وفي نص كلامه قال ان كان في لجان ممنهجه عليا من اداره نادي الزمالك انها تكون ضدي وتشوه سمعتي و لتضليل جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك يفهم وينضج ويعقل؟ لا، بل بالعكس يمشي على التيار بتاع حتة ان انا عايز اللي يضلني واسمع واشوف ايه اللي انا يرضيني انا وامشي وراه، مش اللي يرضي الصح. لا لا خالص. اللي يرضي ضميري انا، اللي يرضي نفسيتي انا، اللي يرضي مزاجي. بل بالعكس بقى، هاجمه اللي مفروض يتشكر له. هاجمه زيزو، وانا مش بتكلم على زيزو خالص دلوقتي. انا مش مشكلتي مع زيزو خالص، يولع دلوقتي. انا بتكلم، انا يولع زيزو على الكوره على اي حاجه دلوقتي، ركز معايا. فتعقيبا على ذلك طلع الاخ المحترم الشريف النظيف اللي ما شفتش في نظافته على السوشيال ميديا، الزملكاوي النظيف قوي. ونادرا لما نقول انا وانت كلمه نظيف على حد زملكاوي اصلا. طلع الراجل ده تعقيبا على كلام زيزو، وزي ما توقعت انه يقول كلمة الحق. اي حد زملكاوي تاني بمجرد ان يشوف حد ورا الشاشة لابس تيشيرت ابيض هيتوقع مليون في المية انه يطلع يخبط في زيزو وكلام زيزو. يطلع لك عبد الله السماك يقول لك ايه؟ انا كنت اتمنى ان انت تبقى كذاب، بس اللي انت بتقوله صح. وانا كنت في الفترة الفلانية بتاعت ميم ميم كانوا دول طول الوقت ممشيين انا وشويه من زمايلي ان احنا نمنهج مرحله على لجان الكترونيه على نهيج على فتره معينه، نهيج على شخص معين، نخبط في فلان، نوقع فلان، نعلي فلان. الراجل مش من مصلحته انه يتكلم خالص، لان كلامه هيعمل له مشاكل، وده اللي حصل. بس عشان لسانه ما استحملش السم، عبد الله ده عمل شبه التعبان ساعتها. التعبان لو ما طلعش سمه هيموت بيه. السم ده لو ما كانش طالع من جسم عبد الله، عبد الله كان هيموت بيه. وعبد الله اصلا نفسيته ضعيفه. هش عبد الله السماك، هش يعني هو مش بيعرف يتعامل في مواقف زي دي. مش بقول لك انه ضعيف، بس هو لين. بس لما حد يجي على كرامته ما بيسكتش. لما حد يمسه في كلمة تهز رجولته ما بيسكتش. مش اي حد مطاطي بيمايل للقرشين بس. انما عبد الله ما جاتش معاه الشغلة دي، والراجل نطق بالحق. ليه وليه بقى؟ ليه وليه حد في بلدنا ينطق بالحق؟ ليه وليه حد يصدق على جملة قالها فلان بالحق؟ طب يا عم انت جيت لي بيتي واديتني 50 جنيه. الشخص اللي جاني اداني 50 جنيه ده معرف الشارع كله ان انا اوحش حد في الدنيا. فبالتالي عشان ما يوصليش الجملة دي قال لي بقول لك ايه، ما تعرفش حد ان انا بعمل معاك الخير. ماشي، ما تعرفش حد ان انا بعمل معاك الخير. فعبد الله يقف في البلكونه: يا رب استر فلان يا رب وخليه لاهله وبيته عشان اداني 50 جنيه. فيقوم اللي تحت ده يلعنه ويهدده، وهو ووالدته، ويهدد اكل عيشه، ويقفل له صفحته، ويهدده في حياته، ويعمل ويخلي ويسوي. ليه؟ ليه يا عم؟ انت مش مشيت من الزمالك؟ ما تسيب الراجل ياكل عيش. انت حتى كلمة الحق مش عايزه يقولها. انا بقول الكلمتين دول وعارف ان الصفحة دي ممكن تطير في اي لحظة في 60 داهية، بمقابل ان انا اقول كلمة الحق اللي هترضيني قدام ربنا. انا ما يهمنيش اي حد، ومع عبد الله قلبا وقالبا. انا مش شايفها اهلي وزمالك دلوقتي،
انا شايفها بني ادم وحيوان، واحد كاتم حق وواحد بيتكلم بالحق. في إيه يا عم وانا غلطت في ايه؟ دي كل الحكاية ان انا بتكلم في حاجة ترضي ربنا. انت مالك انت؟ انت مشيت ومحدش هيلومك بحاجة، وانا مش جوه النادي، مين هيلومنا؟ يعني مين هيدور وراك؟ مين اللي هيبص وراك؟ انت محدش عايزك، ولا حد عايز يسمع صوتك دلوقتي. ليه بتهدد الراجل؟ ليه بتروح تهدد والدته؟ ليه بتروح تكلمه في اكل عيشه؟ ليه وليه وليه وليه؟ خصك بحاجة؟ خصك بحاجة؟ ما هو انت دلوقتي لما تهدده التهديد ده كله، هو انت مفكر ان عبد الله لوحده؟ بعد ربنا سبحانه وتعالى انت مفكر ان عبد الله لوحده في الدنيا؟ طب ما وراه اهله، ووراه شعب زي جمهور النادي الاهلي. ما تستغربش لما نكونوا كلنا ورا واحد زملكاوي لمجرد انه بيقول الحق. الانتماءات دلوقتي سيبها على جنب، سيبك من احمر وابيض دلوقتي خالص. مش دي شغلتي. انا شغلتي ان البني ادم ده لو في شارع، لا اعرف انتمائه ولا انتمائي بقى، لو في شارع وحافظ على شرف واحده وانت جيت ضربته بالنار، هسكت لك؟ ده انا افلقك نصين، افلقك نصين. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ الدنيا مش كده، الدنيا مش كده. عبد الله مش لوحده، كلنا مع عبد الله السماك. لما تحارب واحد في اكل عيشه يبقى انت فوق راسنا، فوق راسنا، مش عارف اقول كلام تاني، فوق راسنا. عبد الله السماك يا جدعان بني ادم نضيف، بني ادم نقي، بني ادم نقي. انا جمعني كلام ما بين عبد الله السماك في محادثه، ربنا يعلم انا مش هينفع انشر الكلام اللي هو قايله لجمهور النادي الاهلي، بس الراجل ده بيشكر في جمهور النادي الاهلي كانه واحد منهم، ومولود مولود اهلاوي. قسما بدين الله عبد الله بيتكلم بلغه عن جمهور النادي الاهلي، والمحادثه معايا والله العظيم، المحادثه معايا بيتكلم عن جمهور النادي الاهلي بطريقه انت كاهلاوي ما تتخيلهاش. يعني انت كاهلاوي تقول ايه؟ عادي يا عم، بيقول ايه يعني؟ بيشكر في جمهور النادي الاهلي، ما الدنيا كلها بتشكر. اقول لك لا، عبد الله السماك في نص كلامه قال انا عارف ان جمهور النادي الاهلي محترم عشان بيحب كذا 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 كذا. مش بيقول لك في العموم، لا بيوضح. فاحنا كلنا ورا عبد الله السماك، وانا بقول الكلام ده من كل قلبي وبالحق وبالعقل وبالمنطق. عبد الله السماك محدش يعرف يجي جنبه. جمهور النادي الاهلي كله ورا عبد الله السماك. اللهم لك الحمد. انا لا يهمني قيل وقال ولا يهمني اي حد. اللهم لك الحمد. طول ما الواحد سمعته نظيفه وماشي عدل، وامشي عدل يحتار عدوك فيك، وقول الصح لو على ولو السكينة على رقبتك، ما يهمكش اي حاجة. انا خلصت ذمتي قدام ربنا. عبد الله السماك، ما تقلقش يا ابني، احنا كلنا وراك، جمهور الاهلي كله وراك، ما تشغلش بالك باي حاجة. تمام. وعايز اقول لك ان انت لو اتعرض عليك الموقف ده مرة واتنين وتلاتة، اعمله في المرة والتانية والتالتة، واوعى تتنازل او تغير مبدأك في يوم من الايام. بس كده. سلام عليكم.